حضرات أعضاء البرلمان المحترمين، يقال كلام كثير بخصوص لقاء المواطنين بملك البلاد والتماس مساعدته في حل العديد من المشاكل والصعوبات. وإذا كان البعض لا يفهم توجه عدد من المواطنين إلى ملكهم من أجل حل مشاكل وقضايا بسيطة، فهذا يعني أن هناك خلل في مكان ما. أنا بطبيعة الحال أعتز بالتعامل المباشر مع أبناء الشعب وبقضاء حاجاتهم البسيطة، وسأظل دائما أقوم بذلك في خدمتهم. ولكن هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها؟ الأكيد أنهم يلجؤون إلى ذلك بسبب انغلاق الأبواب أمامهم، أو لتقصير الإدارة في خدمتهم، وللتشكي في من ظلم أصابهم. حصلت على رخصة ديال استغلال مقلع الرخام بالعمالة ديال إقليم ميسو، الجماعة القروية نجيل، دائرة وإقليم بولمان. الأول ديال المسار ديال السحب ديال هذه الرخصة هذه والمضايقات اللي تلقيتها من طرف إدارة المياه والغابات، التزوير في وثائق رسمية وتم الاستعمال ديالها، وتلقيت من بعد ما تقدمت بشكاية أمام السيد الوكيل العام بفاس اللي الرقم ديالها 196 الرمز 3101 سنة 2014 بتاريخ 6/6/2014. هانتوما كيف ما كتلاحظوا الشكاية الأولى. في هاد الشكاية هذه السيد النائب وكيل العام اللي قام بإنجاز واحد المحضر ليا أنا، ها هو ذا في الراح، وعطاه تعليمات كتابية وصارمة كيدخل واحد النائب ديال الوكيل العام ماشي هو اللي بت في هاد المسطرة، وكيعطي تعليمات شفوية وكيرد المسطرة وكيدير الحفظ لانعدام الإثبات، وبقى كيطلب مني كيقول لي دير شكاية مباشرة. واش أنا ماشي مواطن مغربي ما عنديش الحق؟ إلا ما عنديش الحق في النيابة العامة حيلوني على محكمة أخرى، نمشي للدار البيضاء عند السي حسن المطار صيفطوني يحل لي المشكل ديالي. كنجيو كنديرو الشكاية الثانية اللي تسجلات في قسم جرائم الأموال، هي هادي، الرقم ديالها 15/3123 على 2015. قدمنا الوثائق ديالنا للشرطة القضائية، شرطة الأبحاث الخامسة بولاية الأمن بفاس. المساطير ما تنزاتش على أكمل وجه، لأن كاينة تدخلات وكاينة أيادي خافية، والدليل القاطع وهو مسؤول في الرباط مصيفط واحد المراسلة مزورة، ها هي فين راها، وهذه مراسلة عند صادرة على المدير الإقليمي ديال المياه والغابات بنيسور، وهادو متناقضين بجوج بيهم هاد المراسلات رغم الصدور ديالهم من نفس الإدارة، في حين أن الإدارة قامت بالزوريات. هاد المحضر ديال الجنحة هذا اللي أصبح كيحمل 3 ديال الأسماء من خلال المراسلات ومن خلال البحث اللي تجرى، أصبح عنده اسم محضر جنحة، محضر معاينة، ومحضر التخلي. وكيف كتلاحظوا هنايا حتى المصادرة ديال الكميات المخزون اللي كاينه في هاد الشهاده هذه ما تضمنش الحارس القضائي على المنقولات، ما تضمناتش الكميه اللي بقات في عين المكان. الغرامه راه في 2014 عاد صيفطوها للخزين الاقليمي ديال صفرو رغم التقادم، والتقادم صادر من هذا السيد هذا النيت اللي كيصيفط للخزين الاقليمي ديال صفرو كيقول له باش نخلصوا واحد الغرامه. ها هي فيرا، وإلا كتلاحظوا هنا 3/6/2014 من بعد ما هيئوا الوثائق وتقدمات الشركه اللي تم بالسطو على المقلع ديالي برخصه وبعنوان ديال المقلع مغاير على العنوان الحقيقي باش ما يبينوش المعالم ديالها. وهنا هذا المسؤول هذا اللي من الرباط اللي عطى ديك الوثيقه مزوره ديال الوقائع، كنهضروا على الوقائع ديال التوقيف لان الوقائع مزوره وعندنا ما يثبتها
ولكن أذان الصاغية ما لقيناهاش اللي تسمع لنا. البحث عند الشرطة ما دارتش. أنا درت المحضر ديالي وضمنت فيه الوثائق ديالي، راه 5 ديال الصفحات عندي في المحضر ديالي. في حين فاش كيجي المحضر لعند السيد الوكيل العام كنلاحظوا في استنتاجات البحث أن التصريحات المزورة التي لا تمت للواقع بأي صلة، وتصريحات اللي دليت بها أنا، هاد الشهادة هذه اللي كتشوفوا فيها مزورة هي اللي تم الاعتماد ديالها في البحث، وهذه تم الإقصاء ديالها. وبالرجوع لهاد المراسلة كنلقاو فيها مسائل خطيرة. كيقول لهم هنايا هاد السيد هذا المسؤول ديال المندوبية السامية ديال المياه والغابات، السيد الكاتب العام، إلا ما كاينش نزاع صيفطوا لي الملف ديال سارستون، في حين أن شركة غراني ماربر هي اللي قبل منها ب5 سنوات وراه تقدمت بالشكاية للمفتشية العامة. التقادم ديال الغرامة اللي في 2014 وهو عاطي الرخصة في 2013 وكيصيفط للخزين الإقليمي دالي رزقي وباغي يديني للحبس. هذه هي دولة الحق والقانون، هذه هي دولة الإنصاف. فين راه الخطاب صاحب الجلالة؟ شكون يطبقو؟ فين راه الأذان الصاغية اللي كتصنت؟ المواطن كياكل العصا وفي التالي يمشي للحبس ومشى له رزقو. وهنا كنشوفو كنلاحظوا باللي المقنع ديالي أنا في 2004 في 31/12/2004 تم الإلغاء المادة 1. ها هي دي هنايا في الراها في قرار الإلغاء، في قرار إلغاء القرار الرقم ديالو 118 على 2007 وما تبلغتش. وكتلاحظوا هنا فين الزورية ديال التبليغ ديال هذا القرار. قالك جاو 3 الموظفين من ميسور باش يبلغوني في الصفرو، وهذا خرق للقانون ومعمول به امام الاداره المياه والغابات. كيجي تحت السلم الاداري وكيجي انابه، وهادشي كنعرفوه عندنا المسائل ديالو. في هذا الصدد وضعت 3 ديال الشكايات، وحده امام السيد رئيس المجلس الاعلى للحسابات، ووحده امام الخزين العام المملكه بالرباط، ووحده المفتشيه العامه ديال وزاره الداخليه. هاهما فين راهو 3 نهار 15/11/2017. الشكايات اللي درت جديده واللي تم تهيئ الحفظ ديالها ضد الشرطه وباش يدار تعميق البحث وباش عاوتاني ترجع المسطره للبوليس، رغم الوكيل العام مشكورا راه مشيت لعندو واستقبلني السيد الوكيل العام ديال المجلس على القضاء وعيط ليه في التليفون وقال له هاد المسائل هادي الله يجازيك بخير حل هاد المشكل هذا، وعطى التعليمات ديالو باش المسطره ترجع للشرطه ويدار فيها البحث لكن دون جدوى. ومشيت ودرت شكايه، هاد الشكايه 20 يوم وانا كنمشي للنيابه العامه ونجي وتحفظات ما مشاتش. السيد عبد اللطيف الحموشي كتبت ليه ها فوقاش، وتوصلات المديريه العامه ديال الامن الوطني بالشكايه ديالي، وجاني الوصل ديال الاستسلام باش توصلات بالبعثه ديالي، وتوصلات المديريه العامه ديال الامن الوطني بالشكايه ديالي. الملف كله راه عند هاد الناس اللي ذكرت لكم كله. خرج المنشور ديال السيد الوكيل العام ديال المجلس الاعلى للقضاء وشرنا له في هاد الشكايات كيف ما كتلاحظوه. هو هذا المنشور ديال السيد ما تحترمش. فين غادي نمشيو؟ كنعتقد انا المراسله ديالي اللي صيفطتها للسيد عبد اللطيف الحموشي ربما ما وصلاتوش، وكنعرف انا باللي لو كان وصلت الشكايه ديالي للسيد عبد اللطيف الحموشي لا تم انصافي، وكنعرف لو كان وصلت الشكايه ديالي للسيد والي الامن ديال فاس لا تم انصافي. انا المشكل ديالي لقيته في النيابه العامه. انا النيابه العامه كتحاربني بجميع الطرق، المحاضر ما مصوباش كيقولوا لي سير دير شكايه مباشره. الا ماشي مواطن مغربي نمشي، الا الملك عطى التعليمات ديالو باش المسائل تطبق في هذه البلاد الله يجعل البركه. اتوجه بندائي الى صاحب الجلاله نصره الله وايده وسدد خطاه، أب الأمة وحامي حماية الملة والدين وناصر المظلومين، من أجل إعطاء تعليماته السديدة والمطاعة إلى الجهات المخصصة في المملكة، وذلك من أجل تعميق البحث
وإرجاع الأمور إلى نصابها لإنصافه وإرجاع حقوقه السالبة، وأمل كبير في صاحب الجلالة نصره الله وإيداه. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاشت الأسرة العلوية الشريفة. السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا. حضرات أعضاء البرلمان المحترمين، يقال كلام كثير بخصوص لقاء المواطنين بملك البلاد والتماس مساعدته في حل العديد من المشاكل والصعوبات. وإذا كان البعض لا يفهم توجه عدد من المواطنين إلى ملكهم من أجل حل مشاكل وقضايا بسيطة، فهذا يعني أن هناك خلل في مكان ما. أنا بطبيعة الحال أعتز بالتعامل المباشر مع أبناء الشعب وبقضاء حاجاتهم البسيطة، وسأظل دائما أقوم بذلك في خدمتهم. ولكن هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها؟ الأكيد أنهم يلجؤون إلى ذلك بسبب انغلاق الأبواب أمامهم، أو لتقصير الإدارة في خدمتهم، وللتشكي في ظلم أصابهم. كما أقصد أيضا مختلف المرافق المعنية بالاستثمار وتشجيع المقاولات، وحتى قضاء الحاجيات البسيطة للمواطن كيفما كان نوعها. فالغاية منها واحدة، هي تمكين المواطن من قضاء مصالحه في أحسن الظروف الوعجال، وتبسيط المصادر وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منها.